الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ، خلوا الدعوة لإخواتنا في فلسطين، ندعي لإخواتنا في فلسطين ربنا يثبت قلوبهم وينصرهم بإذن الله، وندعي لهم كل يوم، وعلى إن نصر الله قريب. خلونا نبدأ في الفيديو بتاع النهاردة. إزاي الناس على التيك توك بتبني شهرتهم. أيوة، زي ما حضرتك، إزاي الناس بتبني شهرتهم على التيك توك، أو الموقع اللي بقى مرعب الفترة الأخيرة اللي إحنا بقينا فيها. أولا، أنا كنت من يومين اتفرجت على فيلم اسمه فيلم بيت الروبي. حضرتك هتقولي إزاي علاقة ده بالفيديو؟ هنفهم. أولا، فيلم بيت الروبي كان بطولة نجم كريم عبد العزيز. ثانيا، الفيلم مع إنه كوميدي بس وضح حاجة: إزاي الناس بتبني شهرتها على التيك توك ويكسبوا الملايين بالهبل وبلا هدف. حضرتك، الناس بتبني شهرتها على التيك توك بحاجات. إيه هي الحاجات؟ أولا، إن هم يعملوا المحتوى التافه اللي بيشد الناس ويجذبهم عشان الناس تتفرج عليه. الكذب بتاعهم، يعملوا إعلانات لمطاعم أكلها مش حلو، ويعملوا إعلانات مشوهة وكاذبة عشان يجذبوا الناس. وقد إيه الناس دي المال حرام، وزي ما نقول الحرام ما بيدومش. في عبارة بتقول: اللي ياكل الحرام ياكله. عامة، أنا بتكلم في الفيديو ده إزاي الناس بنت شهرتها، والناس اللي ما كانتش مشهورة بقت مشهورة في فترة قليلة. عندنا مثلا، أنا مش هقول الناس، أنا هقولك إزاي الناس بنت شهرتها على الموضوع ده. حضرتك، الناس دي عايزة تعمل حاجة تجيب بيها فلوس بالهبل، فلوس بالملايين، فلوس ما تعرفش دي آخرها فين. أولا، الناس بتبني شهرتها عن طريق الريتش العالي، إن هم يقولوا كلام هو ما حصلهمش. أو على اليوتيوب عامة، الناس إزاي بتكسب الكلام ده؟ أولا، الفلوس. بيكسبوا شهرتها بإن هم يطلعوا يقولوا حاجات ما بتحصلش في حياتهم، وتفاهتهم، والكلام الفارغ والهبل والهيافة والترندات اللي بتظهر والناس بتصدرها. ثانيا، الكذب اللي بيقولوه في الفيديو اللي بيخلي الناس تصدق اللي بيقولوه. أيوة، الناس تصدق اللي بيقولوا الفيديو. يعني هل أنا مثلا أقدر، يعني أنا مثلا أهو، أنا ما عنديش السرطان وطلعت فيديو على تيك توك وقلت أنا عندي سرطان وادعوا يا شباب والكلام ده. حضرتك زي المثل اللي زي ده كده، أنا ضربت لكم مثال. الناس هتتفاعل معاك وتتعاطف وتبقى محبوب. تمام. ده غير الناس اللي بتطلع ترقص غير البنات اللي بترقص على التيك توك. أولا، الواحد بقى حاسس عامة إن التيك توك ده بقى شقة دعارة، أشكال ما يعلم بيها إلا ربنا، يا حلاوة. غير كده، الناس المعاقة اللي عندها إعاقة وتستغل الإعاقة ده هي والناس اللي بتحبهم عشان ينشروا الهبل والكلام. زي واحد اسمه بودي بيقول فلقة القمر، بيقول أنا مش هاكل غير لما تبعتولي الأكل. الواد أبو دراع مقطوعة اللي الناس مستعطفة معاه
استغل تعاطف الناس ويبني شهرته على الهبل، على الهبل والكذب اللي هم متعودين عليه دايما. ثانيا، البنات اللي بترقص، اللي تطلع على التيك توك سواء كان حبيبها أو عاشقها أو ما كان إلى ذلك. حضرتك الموقع ده بقى مرعب حرفيا. احنا بنشوف حاجات ألعن من اللي بنشوفها في شقق الدعارة. حاجات على التيك توك لا يمكن للإنسان إنه يشوفها أبدا. إحنا بنشوف كمية هبل وكمية اتشات عالية. إزاي؟ هل أنا زي ما أنا ما قلت لكم، زي بودي فلقة القمر أبو شعري سايح؟ أقسم بالله الواحد بيشوف الفيديوهات من ده إيه يحس إن هو هيرجع، أقسم بالله من اللي إحنا بنشوفه. وثانيا، اللي إحنا بنتكلم فيه ده عشان مصلحة الناس ولأن البرامج دي بتأثر على الجيل الجاي عامة وهيتعلموا منهم. نصيحة لكل أب أو أم أو أخ أو أخ له أخ أو أخت أصغر منه، نصيحة: ما تحاولش توري لولادك أو إخواتك الحاجات ده هي عشان ما يتأثروش بيها ويتعلموا منها. يعني حضرتك حاول على قد ما تقدر إن أنت ما تبقاش حضرتك لازم تاخد بالك من أطفالك أو إخواتك الصغيرين عشان ما يشوفوش الكلام ده. أنا نفسي، أنا لما بشوف بقلب، ما بطيقش الأشكال اللي أنا بشوفها ده. وحضراتنا لسه متعودين على الكذب والقرف اللي احنا بنشوفه. يعني أنا نفسي مرة واحدة تقوموا تقولوا كفاية لحد كده، احنا قرفنا منكم يا أشكال، يا أشكال ما يعلم بها إلا ربنا. وحسبي الله ونعم الوكيل في البرنامج التيك توك. وخلينا نرجع طريق ربنا، الصلاة والعبادة والقرب من الله عشان ربنا يرزقنا بحسن الخاتمة. وقبل ما أبدأ، قبل ما أنهي الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وثانيا، الدعوة لإخواتنا في فلسطين وربنا يثبت قلوبهم. والسلام عليكم.